أن لغة المدافع عادت لتسبق طاولات الحوار. قتلى وجرحى في قصف متبادل بالمسيرات ومختلف أنواع الأسلحة بين قوات الحكومة الانتقالية وقسد، وتبادل محموم للاتهامات بخرق الهدنة. هذا التصعيد الميداني يأتي بعد أيام فقط من فشل جولة مفاوضات عقدت في دمشق لدمج قسد عسكريا، وتتزامن مع اتهامات خطيرة لقسد بإيواء فلول النظام السابق. هل نحن أمام مناوشات عابرة أم أنها صناعة الذريعة لعملية عسكرية كبرى تنهي اتفاق العاشر من آذار وتفتح معركة المعابر والنفط؟ يسعدني أن يكون معي في الاستوديو سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم الخبير العسكري والاستراتيجي، وينضم إلينا من حلب الباحث السياسي والاستراتيجي عبد الجبار عكيدي، والسيد هوشنك أوسي الكاتب في شؤون الكردية من أوستند البلجيكية. أهلا بحضراتكم جميعا، وأبدأ من حلب. سيد عبد الجبار عكيدي، ما الذي يحدث تحديدا يا فندم؟ تفضل. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك. كالعادة بعد كل جولة مباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية نشاهد هذا التصعيد. شاهدناه قبل ما يقارب الأسبوعين، وكان تصعيد عنيف أيضا من قوات سوريا الديمقراطية، وهذا مؤشر واضح على فشل تطبيق هذا الاتفاق أو عدم رغبة أجنحة في قوات سوريا الديمقراطية، أجنحة راديكالية تتبع لمنظومة المجتمع الكردستاني، بتطبيق هذا الاتفاق. أيضا نشاهد تصعيد يعني يتزامن دائما مع مفاوضات تجريها الدولة السورية. مثلا الآن في باريس هناك مفاوضات يتم تحريك أذرع معينة، واحد الأذرع هو قوات سوريا الديمقراطية التي هي تساند كما شاهدناها فلول النظام. يختبئ أغلب ضباط النظام البائد الذين هربوا، يختبئون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد، إن كان في الشيخ مقصود وحيي الأشرفية، وإن كان في الجزيرة السورية. موضوع تدريب قوات الهجري أيضا في السويداء. كل هذا الآن تحاول قوات سوريا الديمقراطية جر الدولة السورية إلى معركة قذرة في أحياء سكنية مكتظة في السكان، حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذان يقعان في أعلى منطقة في حلب، وهي مناطق حاكمة ومناطق مطلة على بقية الأحياء، مطلة على حي الميدان، على حي السريان، على حي السبيل، على شارع النيل، على كل الأحياء، مطلة على دوار شيحة، مطلة على دوار الليرمون، على الطريق الدولي غازي عنتاب حلب غازي عنتاب. وبالتالي قطع هذه الطرقات، افتعال هذه المعركة، جر الدولة السورية إلى معركة كما قلت معركة قذرة يكون الضحايا فيها هم المدنيين. والابتعاد أو فرض معركة هي تحدد تاريخها ومكانها. ربما يعني نتمنى طبعا أن لا يكون هناك معركة، نتمنى أن يتم تطبيق هذا الاتفاق وأن لا تسيل نقطة دم واحدة من أبناء الشعب السوري إن كانوا عربا أو كردا. ولكن بكل أسف هذا ما تفعله قسد، تحاول جر الدولة السورية وخلق مظلومية جديدة، والتذرع بما حصل في الساحل السوري، بما حصل في السويداء، وبالتالي الابتعاد عن مناطق قد تكون ساحة لمعركة حقيقية، ربما في تل أبيض، من جهة تل أبيض باتجاه رأس العين، من جهة دير الزور، من جهة الرقة. هذه مناطق مفتوحة لا تستطيع أن تصمد فيها. طيب هستأذنك، هروح للسيد هوشنك أوسي. سيد هوشنك أوسي، نحن أمام معضلة الآن، لأنه المفروض أن التوجه العام كان هو نحو مباحثات، مناقشات، الكلام على مائدة تفاوض، على مساعي حميدة، على جهود وساطة، دور أمريكي يعني المفروض أن هو بيساعد في التقارب بين وجهات النظر. وبعدين فجأة تنفجر الأوضاع على النحو اللي احنا شفناه، وينتهي بنا الحال كما لو أننا يعني نقول إيه، هناك من يشعل ثقاب لا قدر الله حرب أهلية. طبعا أسابع الاتهام من كل طرف بتوجه للطرف الآخر، لكن أغلب ما نسمعه، وأنا مش منحاز ضد أهلنا الكرد على الإطلاق، لكن أغلب ما أقرأه من تعليقات بتشير إلى أنه في مشكلة فيما يتعلق برؤية قسد لدورها
في سوريا الجديدة، وإشارة بقى مباشرة إلى أنه في تصعيد من قبل قسد في حلب. حضرتك اشرح لنا قراءتك لهذا المشهد كما تراه أنت باعتبارك كاتب متخصص في الشؤون الكردية. تفضل سيد هوشتك أوسي. مساء الخير لك، وشكرا على هذا التقديم المتوازن المهني المنصف. أولا، أغلب التعليقات التي أتيت على ذكرها مصادرها النظام السوري الانتقالي المؤقت. لا يوجد هنالك تعليقات محايدة تشير بأصابع الاتهام نحو قسد، لا من الجانب الأوروبي لا من الجانب الأمريكي. معظم هذه الاتهامات مصادرها تركيا، وهي الحاضنة والراعية والداعمة الأساسية لنظام الجولاني وإعلام الجولاني واختراقات هذا النظام في الإعلام العربي. ما عدا ذلك يعني إن أتيت لنفترض مثلا الإعلام المصري لتقييم الأوضاع فيما يجري الأوضاع في سوريا، لن تجد أصابع الاتهام موجهة إلى قسد، ستجد تعاملا تعاطيا متوازنا مهنيا في هذا الخصوص. وبالتالي التعليقات التي أتيت على ذكرها في تقديري وظني لا يعول عليها باعتبارها يعني مشكوك في مصداقيتها وموضوعيتها. هذا أولا. اثنين، ثانيا، أنا لست خبيرا عسكريا. ضيفك في الاستوديو أدرى وأعلم مني بهذه القضايا العسكرية. والآن نحن حيال تصادم عسكري ما بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري الانتقالي. قسد يعني أبسط واحد في يعني لا يفقه شيء في العلوم العسكرية. إذا قسد كانت تريد شن الهجمات القذرة كما يصفها ضيفك في حلب، لجرت النظام السوري إلى مناطق بعيدة عن المراكز، عن دمشق، عن حلب. لا يعني اتخذت من المناطق رخوة، يعني بالعكس حي الشيخ مقصود والأشرفية هي المناطق التي يحاول النظام الجولاني لي ذراع قسد فيها. والهجمات التي تستهدف هذين الحيين السكنيين الكرديين في قلب العاصمة الاقتصادية حلب ومن فعل ومن ضغط ومن الهجمات القذرة لنظام الجولاني قولا واحدا. وإلا لو كانت في نية قسد افتعال أزمة، أو تعبيرك كان جميلا جدا ومنصفا، صناعة الذرائع لقلب الطاولة على اتفاق 10 آذار، في تقديري ووفق كل المعطيات النظام السوري الحالي الانتقالي هو المسؤول. وأمامي الآن نص بنود اتفاق 10 آذار، وبإمكاني أن أذكر لك بالتفصيل البنود التي لم ينفذها. الاتفاق عبارة عن 8 بنود. النظام السوري الحالي الانتقالي، نظام أبو محمد الجولاني، يركز فقط على بند الاندماج، لكن هنالك بنود أخرى تجاوزها النظام الحالي وبل ضرب بها عرض الحائط ولم ينفذها. من ضمن هذه البنود إن يعني سمحت لي سأذكر لك البند الأول: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية. العملية السياسية التي تجري الآن حاليا، ما هو وزن السريان، ما هو وزن الكرد، ما هو وزن الدروز، العلويين، جميع السوريين. هذا البند الأول النظام السوري الحالي مسؤول عنه وقد خرقه. البند الثاني: المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. الإعلان الدستوري الذي سنه نظام الجولاني منح صلاحيات لأبو محمد الجولاني، صلاحيات علي خامنئي، وزائد صلاحيات دونالد ترامب
والزائد صلاحيات رجب طيب أردوغان مجتمعة نعم. منحها هذا الإعلان طيب لهذا الشخص أنا اللي هو هستأذنك رئيس السيد انتقالي. هوشناك أوسي، يعني شكرا على هذا العرض، لكن أنا محتاج أروح للسيد عبد الجبار عكيدي علشان يقول لنا وجهة نظره فيما استمع إليه، ويقول لنا إذا كان إحنا ماشيين في سكة غلط، ولا إحنا أنا مش عارف أقول، يعني في كده يقول لك سكة السلامة وسكة الندامة وسكة اللي بيروح ما بيرجعش. فاللي بيروح ما بيرجعش ده بيبقى معناه ان الطرفين خدوا اختيارات غلط اساسا. هل احنا رايحين في سكه معناه ان الطرفين اختاروا اختيارات غلط؟ اتفضل سيد عبد الجبار عقيدي. يعني أولا ما علاقة ما سرده السيد هوشينج بما يحصل الآن في حلب؟ ما مم. يحصل الآن في حلب هو تصعيد عسكري خطير. إذا افترضنا بأن الدولة السورية هي التي تشن هذه الهجمات على حي الشيخ مقصود والأشرفية. طيب الضحايا أو القتلى أين سقطوا؟ سقطوا في حي الميدان، سقطوا في الأحياء التي استهدفتها قوات سوريا الديمقراطية قسد. من يقوم بهذا التصعيد؟ الأهداف المستهدفة هو دوار الليرمون والذي يقع بالقرب من حي الأشرفية والشيخ مقصود، دوار شيحان. إذا من يستهدف هي قوات سوريا الديمقراطية، هي من تذهب إلى التصعيد. نعم، هي تحاول جر الدولة السورية إلى حرب قذرة في هذه المناطق. هذه المناطق هي تختبئ خلف المدنيين. لو أرادت المعركة أن تكون مثلا في دير حافر، بالقرب من سد تشرين، في مناطق دير الزور، في مناطق الرقة، في مناطق القريبة من عين العرب، من رأس العين، من تل أبيض، بالتأكيد ستكون المجابهة مجابهة جيوش. لن تكون هذه الحرب كما هي في معركة في الشيخ مقصود والأشرفية، التي الآن قوى سوريا الديمقراطية حتى تمنع المدنيين من خروج من هذه الأحياء. أنا لا أتحدث عن الكرد. الكرد بالتأكيد جميعنا متفق بأن الكرد هم مكون أساسي، مكونات وأصيل من مكونات الشعب السوري، لا أحد ينكر ذلك. العلاقة بين الكرد والعرب علاقة وطيدة منذ مئات وآلاف السنين، لم تشوبها شائبة. هذا هو الأستاذ هوشنج، مع كل الاحترام. هل يوجد في التاريخ، هل أحد سمع في التاريخ بمعركة أو صراع عربي كردي؟ العرب والكرد منذ آلاف السنين أو منذ مئات السنين وهم وحدة متكاملة وشعبين يعيشان في منطقة واحدة، هناك نسب ومصاهرة، والأكراد هم يعني نعتز بهم وأخوتنا. ولكن الموضوع ليس موضوع أكراد. السيد هوشنج، أنت تعلم تماما، وهذا ما كنت تكتبه أنت وأنا أتابعك بشكل دقيق، ما كنت تكتبه. اليوم قوات سوريا الديمقراطية، هذا التنظيم أو منظومة المجتمع الكردستاني التي كتبت عنها أنت كثيرا، منظومة المجتمع الكردستاني التي تهيمن على 4 أحزاب كردية، تهيمن على حزب العمال الكردستاني في تركيا، حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا الBYD، حزب الحياة الحرة في إيران، وحزب الحل الديمقراطي في إيران. هذه المنظومة هي من يختطف المكون الكردي ويتاجر بالمكون الكردي وبالقضية الكردية، القضية المحقة والجميع يعترف بها. ولكن هؤلاء لا يمثلون الأكراد، لا يمثلون القضية الكردية، الذين يحاولون جر الأكراد إلى صراع أبدي لا ينتهي على الإطلاق، وخلق شرخ كبير بين العرب والأكراد. لا أقول أن هناك لم يكن أخطاء، كان هناك أخطاء من الفصائل العسكرية وانتقدناها في عفرين وفي غير عفرين، ولكن اليوم لدينا دولة ولدينا قيادة ولدينا حكومة. الجميع يجب أن يكون ضمن هذه الدولة لنأخذ جميعنا حق المواطنة المتكاملة أو الكاملة والمتساوية لجميع السوريين بكل مكوناتهم العرقية والدينية والإثنية والجميع، وليس بافتعال معارك هنا وهناك. نعم. راح ضحيتها اليوم هذه المعركة أو هذا العدوان، راح ضحيته مدنيين، وطبعا بالإضافة إلى عنصر من الشرطة العسكرية ووزارة الدفاع بالأمس في دير حافر. إذا الموضوع يحتاج إلى تخلص القيادات الوطنية في قوات سوريا الديمقراطية. الأكراد السوريين أن يتخلصوا من هذا العبء، عبء الأكراد الإيرانيين والأكراد الأتراك طيب الذين هستأذنك سيد عبد يسيطرون الجبار على عكيدي، على على هروح القرار في للسيد قوات سوريا هوشناك أوسي الديمقراطية. علشان أسمع منه رده على كلام حضرتك، ومن ناحية تانية طيب حلها إيه سيد هوشناك أوسي يعني كاتب متخصص في الشؤون الكردية؟ اتفضل يا فندم. الحل هو احترام هذا الاتفاق، احترام التوقيع،
أحمد الشرع على الاتفاق المبرم وتنفيذ بنود هذا الاتفاق. هذا أولا. الحل هو الابتعاد عن الإملاءات التركية. نعم، أنا أنتقد حزب العمال الكردستاني حتى هذه اللحظة، وضيفك خرج عن إطار الموضوع إلى منطقة أخرى. نحن معنيون الآن بالشأن السوري وفي الداخل السوري. أنا بإمكاني أيضا أن أحاججه بنفس الأسلوب وبنفس المنطق، أنه وزارة الدفاع ينبغي لها طبقا للخبرة العسكرية أن يكون عبد الجبار العقيدي ضمن وزارة الدفاع، وليس أبو عمشة وسيف فولات والميليشيات التابعة للاستخبارات التركية. يعني خبرة، يعني أين الثرى من الثريا؟ خبرة حضرة سيادة العقيد وخبرة المذكورة أسماءهم، بمعنى ما هو موجود لا أريد أن يصار إلى أقاطعك سيد تسديده. الخير، ولكن أنا من اعتذرت عن أكون في وزارة الدفاع. أنا وصلت إلى سن التقاعد، والآن أنا باحث سياسي واستراتيجي. أمثالك كثر من الضباط الأكفاء الخبراء الذين لم تستعن بهم وزارة الدفاع، بل استعانت بالإيغور والشيشان والمقاتلين الأجانب والإرهابيين وتنظيم جبهة النصر الذي كنت أنت تصفه بأنه جزء من القاعدة في تصريح لك في 30 أكتوبر 2015 لصحيفة النهار اللبنانية، مثلما أنا كنت أنتقد حزب العمال الكردستاني وما زلت أنتقد حتى هذه اللحظة. ولكنهم انفصلوا عن القاعدة. نعم، كنت أنتقدهم عندما كانوا من القاعدة، ولكن عندما انفصلوا من القاعدة انتهى هذا الموضوع. أعلنوا طيب تبرؤهم من القاعدة. يعني لا تقاطعني. يعني المهم هم أعلنوا تبرؤهم. هل نصدق هذا الإعلان؟ إذن ينبغي أن نعلن أن نصدق قسد أيضا بقطع علاقتها مع حزب العمال الكردستاني ومع أوجلان وكل هالقصص هي. مقصدي بهذا الكلام ما هو موجود على الأرض حاليا. لا يوجد شيء، يصار تصدير الأمر على أنه دولة وكاملة الشرعية وكاملة الأوصاف وما أحلاها، والفئة المناهضة أو الجهة المارقة هي قسد وشيطنة قسد في الإعلام العربي وفي الإعلام السوري. هذا يعني حجة من لا حجة لها. أنا معني بهذا الاتفاق. هذا الاتفاق ينبغي أن ينفذ. أنا أتابع لإعلام قسد كل التصريحات التي تصدر من قسد من جهات رسمية فاعلة ومن مثقفين ومحللين مقربين من قسد أيضا، يعني الرسمي وشبه الرسمي، تدعو باتجاه الحل. لكن الطرف الآخر، الخطاب الآخر، وخطاب شيطني، خطاب صناعة الذرائع كما يعني تفضل الأستاذ مدير الندوة أو الحلقة. في البداية ينبغي لنظام الجناح. حضرتك أيضا عد إلى اتفاق 10 آذار والبنود الموجودة فيها. ستلاحظ أنه لم يكن هنالك في سوريا حوار وطني حقيقي، إعلان دستوري منصف يرضي كافة طيب الأطراف. أنا أستنتج من كلام حضراتكم أنه هذا الاتفاق لأنه لم ينفذ، فإحنا هنشوف هذه النوعية من الانفجارات والمواجهات بين الطرفين، وعشان كده بنطلب من الطرفين العودة مرة أخرى إلى طاولة التفاوض علشان ننفذ اتفاق 10 آذار. كل الشكر لضيوفي الباحث السياسي والاستراتيجي عبد الجبار عكيدي من حلب، وكل الشكر للسيد هوشناك أوسي الكاتب في الشؤون الكردية من أوستند البلجيكية، وكل الشكر لسيادة اللواء الدكتور سيد غنيم الخبير والعسكري والاستراتيجي ضيف